الرئاسي لجامعة قناة السويس. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي معالي الوزير الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة لرعايته الكريمة لكل الأنشطة الطلابية، وأخي العزيز الأستاذ الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا لتنظيمه الرائع لهذا الحدث الكبير وهو 12 الجامعات المصرية. أشكر كل القائمين على هذا الملتقى من جامعتي المنيا وقناة السويس، وكل عام وحضراتكم بخير. قناة السويس الجديدة، عندما صنعت مصر طريقاً إلى المستقبل. هناك مشروعات تنفذ، وهناك مشروعات تغير شكل المستقبل، وهناك لحظات حين تولد فيها الفكرة يدرك التاريخ أن شيئاً استثنائياً قد بدأ. أنا الطالب أحمد محمد إبراهيم، طالب بكلية الهندسة. طبعاً بتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالمشاريع القومية، وأنا دلوقتي قدام واحد من أهم المشاريع القومية اللي اتنفذت، وهي قناة السويس الجديدة، واللي بترمز لإرادة المصريين، واللي بتعتبر مصدر دخل قومي بتساعدنا في بناء الجمهورية الجديدة. شكراً فخامة الرئيس. إنها الثقة، ثقة المصري في قدرته على الإنجاز، وثقة الدولة في سواعد أبنائها. واليوم ونحن ننظر إلى السفن وهي تعبر هذا الشريان العملاق، لا نرى مجرد سفن تعبر المياه، بل نرى وطناً يعبر من مرحلة إلى أخرى. نرى مصر التي لا تنتظر المستقبل بل تصنعه. مصر التي لا تكتفي بعبور السفن بل تعبر هي نفسها نحو غد جديد.